السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل لكم زي ما انتم شايفين الغريبة الناعمة، الغريبة الناعمة الدايبة اللي عمركم ما هتاكلوا زي ما هتاكلوها المرة دي. امشوا معايا بالخطوات وهتشوفوا المقادير بتاعها مظبوطة. اتفرجوا على شكلها دي بعد ما سويتها، واخدة شكل ولون اللي بنشتريها من المحلات. خليكم معايا خطوة خطوة. شايفين شكلها عامل ازاي؟ لا فرشت معانا ولا نشفت معانا ولا اتحرقت، زي ما انتوا شايفينها كده. ولازم زي ما انتوا شايفين لما نمسكها نحس ان هي بتعوز ايدينا كده حبة. ده باقي الكمية بتاعتي، بس ده صغرت الحجم بتاعها حبة. لسه سخنة طبعا، انا بمسكها كده سخنة على ايدي، فبجربها طرية شوية. بتطلع من الفرن طرية شوية، بس بنسيبها لحد ما نارها تهدى وتبرد. لسه بتكمل على الصاج لحد ما تمسك نفسها شوية. يلا خليكم معايا خطوة خطوة، واعملوا لي لايك واشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هتشوفوا وصفات جميلة جدا واحنا نشتغل مع بعضنا اليومين الجايين. شايفين الشكل معاكم؟ ده شكلها النهائي بعد ما سويناها. كلها لون واحد وكلها شكل واحد وكلها حجم واحد. شايفين؟ وده الاختبار بتاعنا. لما بردت شوية حبيت ان انا اجربها لكم. شايفين لونها من تحت؟ احنا اول ما بتاخد اللون ده بنروح مطلعين الصاج من الفرن ونطفي عليه. شايفين القلب بتاعها مستوي كويس وناعم جدا زي ما انتوا شايفين كده. الغريبة دي طبعا احنا هنعمل كمية النهاردة، كمية مش كتير، بس انتوا لو عايزين تكتروا الكمية بتاعتكم تضاعفوا الكمية زي ما انتوا شايفين كده. هنبتدي حضرنا كده المكونات بتاعتنا، والمكونات بتاعتنا عبارة عن كوباية سمنة بلدي مقدوحة او سمنة صفرا، حاجة من الاتنين، ونص كوباية سكر، وكوبايتين دقيق، وكيسين فانيليا. طبعا احنا بنقول كده ان هنفضي السمنه بتاعتنا في العجان او على ايدينا او بالمضرب كهربا. لو مفيش عجان مضرب كهربا على ايدينا، لان في خطوه انا هوريها لكم دلوقتي لازم الخطوه دي تتبعوها معايا. انا طبعا حطيت كوبايه سمنه ونص كوبايه السكر. السمنه طبعا بتكون بدرجه التلاجة، احنا بنسيبها في التلاجة تجمد معانا. احنا عايزين السمنه بتاعتنا جامده، وهنفضي على السكر والسمنه الفانيليا. بنسيب السمنة تجمد معانا علشان احنا عايزين المكون بتاعنا يدينا القوام الكريمي. كده هنبتدي ان احنا هنضرب لو على ايدينا هنضرب بايدينا كده، لو في مضرب عادي، مضرب بيض عادي ممكن. عندكم المضرب العجان ده بنركب الكف وبنشتغل زي ما انتوا شايفين كده. هنشتغل عليه يكون السكر بودر مش حبوب، السكر بتاعنا يكون سكر بودر. وهنحط السمنة، سمنة بلدي بتبقى تحفة فيها جدا. مفيش ممكن السمنة الصفرا، بس بلاش المارجرين، المارجرين بنشفها. زي ما انتوا شايفين كده هي بدأت تاخد القوام الكريمي. خلاص احنا قربنا نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. طبعا كل ما تضربي كل ما يديك القوام الكريمي معانا. كمية الغريبة خليها قاعدة كده عندكم. كمية السمنة نصها سكر وضعفها دقيق. يعني احنا بنحط كوباية يبقى نص سكر وكوبايتين دقيق. كده خدنا الشكل اللي احنا عايزينه. قوام اهو، القوام بتاعنا الكريمي ده المطلوب معانا. هنبتدي ان احنا ننخل الدقيق بتاعنا كوباية كوباية. ادي اول كوباية بنفس نفس المج اللي احنا بنستخدمه، نفس المج بتاع السكر هو بتاع الدقيق هو بتاع السمنة. المكونات بتاعتنا سهلة جدا، هي 3 مكونات والفانيليا اضافة عشان الريحة بس. هنبتدي ان احنا نضرب الدقيق مع القوام اللي احنا عملناه من السمنة والسكر البودرة. هنضرب كويس معانا كده
طبعا احنا بنعمل حاجات كتير جدا في العيد. فانا جربت في كوباية واحدة بس. طبعا اللي عايز يكتر يعمل كوبايتين، لو أسرة كبيرة يعمل 4، يعمل 6. بتضاعف الكمية بتاعتها. كوبايتين ليهم كوبايتين سمنة، ليهم كوباية سكر بودر، ليهم 4 كوبايات دقيق، ليهم 4 أكياس فانيليا. طبعا انتوا بتحبوا تضاعفوا الكمية، تضاعفوها بنفس الطريقة دي. طبعا العجين اتعجن معانا زي ما انتوا شايفين كده، هو ابتدى ان هو يلم، وده الشكل اللي احنا عايزينه. هنبتدي نشكل، بس هندخل فريزر. بس في معلومة احب ان انا اعرفها لكم. انا للامانة يعني انا بجرب في الاول في 2 3 في الفرن. انا جربت بصراحة، هي خدت مني حوالي كوباية دقيق كمان بنفس المقادير دي حبوب انا جايباها من عند العطار للتزيين، حبوب حلاوة كده بتيجي للغرايبة كده. جربت كده في 3 وحدات كده، وزينتهم شوف احنا منضغطش قوي، احنا بنحطها كده يا نضغط بيها يا نضغط بصابعنا الاول قبل ما نضغطها. شايفين ازاي؟ طبعا انا بعمل كده اختبار. بعمل اختبار ليه؟ علشان اعرف هتنشف مني، هتفرش مني، ابدأ ان انا اظبط. لو نشفت مني كده هنحتاج الدقيق، هنزود دقيق. ولو لقيتها طرية معايا والناعمة هنحتاج كده سمنة معانا، هنضيف لها سمنة عشان تبدأ تطرى معانا حبة. انتي بتظبطيها مع نفسك كده، لقيتيها زي ما هتشوفوها دلوقتي، هي في البداية خالص لقيتها نفشت مني كده وساحت، فاضطريت ان انا اطلع العجينة بتاعتي واضيف لها دقيق لحد ما ظبطتها. كل ما اضيف حبة دقيق اجرب في الفرن وهو شغال لحد ما ظبطت معايا على اخر حاجة. بس بصراحة 3 كوبايات لكوباية السمنة. بس كوباية السمنة انا ضغطاها سمنة مسيحة مقدوحة ومصفياه وحطها في الفريزر او في التلاجة من قبلها بفترة. طبعا انا شكلت حجم البندقة واكبر حبة زي ما انتوا عايزين، الشكل اللي انتوا تختاروه، في اللي بيحبها صغيرة وفي اللي بيحبها كبير. طبعا وابتديت اشكل زي ما انتوا شايفين. في عندي الزبيب الغامق ده، في عندي الزبيب الايراني. الزبيب الغامق ده انا جبته لانهم عند العطار قالوا لي ان هو فيه فيتامينات عالية وفيه حديد كويس للاطفال، فانا جبته عشان ان انا استخدمه ياخد الاولاد الغذاء بتاعه. طبعا الحبوب دي هي مخصصة للغريبة. جبت منها علبة بس لان انا ما كنتش هعمل كمية كتير لانها مش مستحبة عندي اوي. هشكل طبعا الكمية بتاعتي كلها بنفس الشكل وبالكريز كمان. انا جبت كريز الوان طبعا عشان لسه هعمل معاكم طريقة البيتي فور، فانا جبت كمية انها تكفي معايا الغريبة والبيتي فور. طبعا الفيديو القادم هيكون للبيتي فور، وان شاء الله برضو هعمل لكم قبل العيد، هعمل لكم البسكوت الفلاح الهايش الناعم اللي كلنا بنحبه. وطبعا ممكن بقى لو في وقت هعمل لكم البسكوت المخربش، لان في ناس بتحبه وفي ناس بتحب البسكوت التاني. بس انا بصراحة بحب بسكوت ماما وجدتي زمان. الحاجات دي بتفكرني بايام زمان وكلها ريحة زمان وجميلة جدا، وقليل اللي بيعملها دلوقتي وما تعملش في الافران اصلا. البسكوت ده بطلوا ان هم يعملوه في الافران. دايما بنلاقي البسكوت المخربش الناشف ده اللي زيه زي بسكوت الشاي. طبعا انا خلصت الكمية دي وكده هنحتاج ان احنا نحطها في الفرن. لو حاطين في صواني صغيرة ممكن نسيبها في التلاجة حبة. حطيناها في الرف اللي فوق الوسطاني زي ما انتوا شايفين كده، وولعنا من تحت. بس في الاول ولعنا على الدرجة العالية وبعدين ثبتناها على درجة حرارة 140 زي ما انتوا شايفين، بعد ما علقنا الفرن وسخنا الفرن بتاعنا. طبعا ما بنولعش من فوق، تحت بس. شايفين الكمية بتاعتي انا فتحت عليها تاني وبصيت عليها ابتدت تنفش معايا ازاي. طبعا كده مفيش خمر معانا ولا اي حاجة، هي نفشة بسيطة بس هو الحجم بتاعها واحد زي ما انتوا شايفين.
ما شاء الله كلها طالعه تجنن. كمان في الطعم بتاعها رهيب. هتدعولي والله اول ما تعملوا الوصفه بتاعتي دي، هتدعولي، لان انا مجرباها. انا بجرب الوصفه قبل ما اقدمها لكم او قبل ما انشرها. انا بجربها الاول. الوصفه اللي بتعجبني بصراحه بنشرها لكم لما اخد دعوه حلوه من ناس طيبين زيكم بالدنيا وما فيها. ربنا يبارك في حضراتكم. شوفوا النعومه بتاعته، لازم يطبع على ايدي كده وهو طالع من الفرن. بيبقى فيه ده الصاج التاني اللي انا حجمته صغير شويه. وهو صغير شويه بصراحه بيبقى شكله جميل جدا. شايفين ده لسه طالع من الفرن، وشايفين من تحت لا محروق واخد لون بسيط خالص من تحت. عشان ايه؟ عشان الحراره جايه لنا من تحت شويه. انما بصراحه هو يجنن ومستوى من جوه وزي الفل، زي ما جربت لكم في البدايه في الاختبار بتاعه. يلا بقى ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل وصفاتي. وبألف هنا، وربنا يجعله عيد سعيد علينا كلنا وعلى أمة محمد أجمعين.